البرنامج العام يقدم لكم كريمة مختار وحسن عبدين في أجازة سعيدة جدا. بطولة عزة كمال، سهير طه حسين، وإيمان علي محسن. المخرج المساعد أحمد أبو طالب. أجازة سعيدة جدا، تأليف محمود الشربجي، إخراج مجدي سليمان. الو، صباح النور. مين؟ ازيك يا سماسم؟ وحشاني يا روحي. الله يسلمك. كويسه، كلنا كويسين. ايوه. ليه؟ برافو عليكي. يا خبر. وبعدين؟ صحيح، الف مبروك. ويا ترى ايجار ولا تمليك زي شقتك في جاردن سيتي؟ وماله، 4 اشهر الصيف كويسين. لا، هو حد دلوقتي بيقدر يروح يصيف غير 10-15 يوم؟ احنا يا حسرة، ما انت عارفة البير وغطاه. ايوه، كمان في المعمورة. يا روحي عليكي، ربنا يخليهولك. رأيي في ايه؟ بتتريقي؟ نيجي فين؟ نعم. يا سلام عليكي يا سماسم. وبعدين ليه بس بتحلفي؟ اللي تشوفيه. لا، ان كان على محسن عنده اجازات ياما. ايه؟ لا، 3 ايام كفاية قوي. اخد العنوان؟ ليه؟ ما انا ضروري هشوفك قبل السفر. مع السلامة. بريه منك يا سميرة، بريه. ايه الحكاية؟ كنت بتكلمي مين؟ ملكة الفشخرة. يبقى لازم مدام سميرة. قال ايه السنة دي هيصيفوا؟ وفين؟ في المعمورة. حتة واحدة، ربنا يزيدهم. انت بتصدق؟ وليه لا؟ ما هو برضو ساعة ما اشتروا شقة جاردن سيتي ما كناش مصدقين وحصل. يا حسرة، ما هي خلت جوزها يبيع الأرض اللي فايتها لها أبوه وبيت القللي. دي بتقول إن هم مأجرين 4 أشهر. اللي أقول لي يا محسن، تفتكر الشقة اللي في المعمورة وبتقول إنها على البحر و3 أوض كبار وصالة وفيها تليفون، الشقة اللي زي دي تتأجر بكام؟ يعني على حسب ما بسمع مش أقل من 1000 جنيه. بقى معقولة يدفعوا 1000 جنيه عشان يصيفوا؟ دول في الشهر. إيه؟ ده إذا كان جوزها ما بقاش يحتكم على غير مرتبه. على كل حال، المية تكدب الغطاس. يعني ايه؟ اهو معزميننا هناك 2-3. بتتكلمي جد؟ ده هي مصممة. يبقى بقى صحيح وعايزة تأكد لنا. طب والولاد هنسيبهم فين؟ هيروحوا معانا ولا يبقوا يقعدوا عند ستهم؟ الو، نعم، ايوه موجوده. لحظه واحده. بهيجه، يا بهيجه. ايوه. تليفون. الو. ايوه، اهلا. ازيك يا سماسم؟ اخصى عليكي، توك ما افتكرتيني. ايوه، الله يكون في عونك. 50 جنيه في الشهر مش عاجبها؟ يا حبيبتي يا حبيبتي، ما كنت هنا مبسوطه والف من يخدمك. معلش، على كل حال سيسيه، هتعملي ايه؟ ايوه. ايه؟ معقوله المعموره حته واحده؟ بالسلامه. اسمعي، لازم اشوفك قبل ما تسافري. فين؟ انا ويسري؟ جد ايه يا سماسم؟ طيب قولي بس خميس وجمعة. قلت ايه؟ معقولة؟ اسبوع؟ خلاص، اللي تشوفيه. باي يا حبيبتي. خير؟ يسري. يا عيون يسري. نعم يا ست. خلاص هنصيف. بتقولي ايه؟ هنرجع نتكلم في الموضوع ده تاني؟ اسمعي يا ست انت. اسمعني انت، عارفة الحالة جيم. ولما انت عارفه ان اكمل كلامي. هنصيف اسبوع في المعمورة. ايه ده بتعمل ايه؟ بجس قرطك، يمكن تكوني يعني سخنه شويه وبخرف، مش كده؟
يا زوجي المفلس الكبير، لا انا سخنه ولا بخرف. سماسم سماسم وجوزها محمود بيه عازمنا. الو، مساء الخير. اهلا اهلا سماسم، ازيك؟ وازاي محمود بيه والبنات؟ يعني ما بتتكلموش بقالكم مده؟ ما انت دايما كده تغلبيني بكلامك الحلو ده. ها احنا والله لسه مش عارفه. ميسة يا ستي مصممه تطلع اليونان. ايه؟ ما هي نجحت. الله يبارك فيكي. وانتي البنات عملوا ايه؟ كويس كويس، الف مبروك. ايوه. ايه ودي تبقى عزومه بقى. على كل حال هكلم شكري واشوف ميسة، ما انتي عارفاها وعارفه تصميم الرأي اللي عندها. لا هبقى اتصل بيكي. على كل حال المعموره في الفتره دي حلوه قوي. طب يا سماسم انا متشكره خالص. باي باي. المذكرة خلاص يا فندم. وريني. كويس، وادي التوقيع. ابعتيها للسكرتارية. صحيح حضرتك طالع اجازة؟ ايه، مش من حقي يا انسه سمية؟ لا ما اقصدش يا فندم، بالعكس. انت بقالك قد ايه معايا هنا في المكتب؟ 4 سنين، وحضرتك ما خدتش فيهم يوم اجازة. ومن قبل كده كمان. تعبت بقى، برضه السن له حكمه. ربنا يديك الصحة يا فندم. نفسي بقى اريح، وهم 15 يوم راحة تامة، لا شغل ولا تفكير ولا حتى قراية جرايد، وانا متأكد اني هستعيد فيهم نشاطي. ان شاء الله اجازة سعيدة يا فندم. كمان هخفف عنك شوية، تشم نفسك بقى. يا فندم الشغل مع سيادتك راح. ايوه الكلام اللي على كل حال متشكر يا سمية. طيب حاضر. طيب اهلا يا بيه، اهلا وسهلا. امسكي عني يا خديجة. حاضر يا بيه. ستك هنا؟ ايوه يا بيه، جوه في اوضتها، والبنات هما اللي بره. صدقيني زي ما بقولك كده. لا هزعل منك. ها، ما تقدريش على زعلي؟ يبقى خلاص تيجي. ايوه، باي، مع السلامة. محمود انت جيت. مساء الخير. سلامتك من مالك؟ تعبت يا سميرة. بكرة تريح وتنسى التعب والهم ينساك. امال بقى راحوا فين؟ خرجوا يا ستي، ما انا عارف انهم خرجوا، انا بسألك راحوا فين؟ يا ستي التساهل في الخروج والدخول ده مش كويس، اضعف الايمان الواحد يبقى عارف هم فين. يعني هم هيروحوا فين؟ يا في النادي ويا صحباتهم، يا في السينما. بالذمة ده اسمه كلام؟ افرضي لا قدر الله. يا محمود بلاش افكارك اللي بتروح بعيد قوي دي. احنا متفقين على ايه؟ مالكش دعوة انت وريح بالك كده. طيب ها، عملت ايه؟ في ايه؟ في الاجازة. خلاص يا ستي، السبت الجاي ان شاء الله. يعني هنسافر الجمعة باذن الله. فكرتيني. خد يا سميرة الظرف ده. بتاع ايه؟ ده فيه 300 جنيه، رحت سحبتهم من البنك، ما بقاش في الرصيد غير 10 جنيه، وادي المرتب 150، يبقى معاك 450 جنيه كل شهر وانت طيب. عايزك بقى ايه تريحيني من كل حاجه ال15 يوم بتوع المصيف. اتصرفي زي ما انت عايزه، طلباتك وطلبات البنات، وتدوني فرصه افضي مخي من كل المشاكل. ايه مالك؟ ودول بقى هيكفوا ايه؟ نعم، 15 يوم 450 جنيه يكفوا ايه؟ واعملي حسابك دول من ضمنهم تموين العربيه في الرايح والجاي، سجاير مالكيش دعوه بيها. ايه يا سميرة، ما انت عارفه البير وغطاه. ولما محمود بيه محمود بيه كده. محمود بيه اقول انا ايه بقى؟ بهوية ايه بس اللي انت ماسكاها لي دي يا سميرة؟ على قد لحافك مد رجليك، مش كفايه اللي قدامنا ورانا؟ خلتيني حطلاهم هنا في الشقه. طيب خلاص انا هتصرف اهو كده، وده هو المطلوب لغايه ما يرجع بالسلامه من المصيف. وظبي بقى لوازم السفر، قصدي سمنه وزيت وسكر والحاجات دي يعني،
ادوات المطبخ هناك كامله من مجاميعه. على فكره ها؟ اخواتي كلموني النهارده. ايه؟ اظن بقى ما هم عاوزين يروحوا معانا. اصبري عليا اما اكمل كلامي بقى. معقول حتى لو طلبوا كنت هوافق؟ ما انت عارف ان الاجازه دي راحه تامه حتى من الاهل كمان. هم فاهمين ده كويس واتمنوا لي اجازه سعيده. معقولة الأستاذ محمود هياخد أجازة؟ وإيه 15 يوم مرة واحدة؟ والله لو أنا منه آخد 15 شهر مش 15 يوم. الحقيقة الراجل ده جبل. إيه بس أحسن جاي. صباح الخير. صباح النور. ايه مالك بتبصيك يا ليه؟ مبروك يا فندم. مبروك، الله يبارك فيك. بس على ايه يا ترى؟ سمعنا ان سيادتك طالع اجازة. اوام الخبر اتنشر في كل اقسام الشركه. ايوه يا سيدي اخيرا. اجازة سعيدة ان شاء الله. طب هاتي بقى يا مامي. عاوزين كام؟ يعني كده 100 جنيه. ايوه. ايه 100 جنيه؟ ايه يا مامي، هنشتري مايوهين وشويه حاجات رفيعه كده. طب امسكوا ايديكم شويه. اكتر من كده؟ خلاص نروح بالمايوهات اللي بعتها لنا انكل السنه اللي فاتت. نعم، اللي هلكناهم في حمام السباحه. كمان افرضي قابلنا حد هناك من زميلاتنا يشوفونا بنفس المايوهات. خلاص انا ما قلتش حاجه. خدوا اتفضلوا. يا روح قلبي. ميرسي ميرسي يا سماسم انتي يا حلوه. على فكره يا ماما، يمكن فيفي صاحبتي تجيلنا يومين هناك. وماله يا حبيبتي؟ انا قايله لفاتن تسافر معانا وباباها وافق. اهو زي بعضه، اديكوا تتسلوا هناك مع بعض. ربنا يخليك يا ماما. الو. ايوه دقيقه واحده. ماما معاك. ماما ده المعلم يونس الجزار. طيب الو. ايوه يا معلم يونس، الله يسلمك. ايوه هي البت دي ما فهمتكش ولا ايه؟ ايوه 15 كيلو. شكلهم انت بقى بمعرفتك. ها الكبده 2 كيلو زي بعضه. متشكرين قوي، مع السلامه. سيدي الساعة بقت 4:30. طيب يا خديجه، طيب صح البنات. ست أشجان، ست يسرى، وبعدين معاكوا بقى هتفضلوا تتقلبوا كده؟ وبعدين معاكي يا ست يسرى، اصحي بقى. طيب بقى طيب. اديني صحيت خلاص. ها يعني مش هتنامي تاني؟ ما خلاص بقى. الله خلاص بقى انتوا احرار، انا عملت اللي عليا. ولا ناسين بقى ان احنا النهارده مسافرين؟ ها يلا يا حبايبي. ايه يا سماسم الهدوم دي كلها؟ 4 بدل بس عشان تغير. يا ستي اغير ايه؟ البدله اللي عليا كفايه والجلاليب. جلاليب؟ انت عايز تلبس هناك جلاليب؟ يا ستي انا رايح استريح، رايح في الوقت ده بالذات عشان اخد حريتي. لا بقى اخرج بالجلابيه والشبشب الصبح بدري واقعد على الشاطئ، واذا حبيت اتمشى شويه بالليل اتمشى. ممكن انت بقى تريح بالك وتسيبنا نتصرف. ايه ده؟ مين اللي جاي لنا على الفجر ده؟ انا عارفه. دي لازم فاتن صاحبة يسرى. فاتن بنت ابراهيم الشريف؟ ايوه. الله، وايه اللي جايبها في ساعه زي دي؟ ما هي رايحه معانا. رايحه معانا؟ يسرى هي اللي عزماها وباباها وافق. بقى فاتن تاخد الاذن من باباها وبنتك ما تاخدش الاذن مني الاول؟ يا محمود ما تدققش، كل سنه وانت طيب يا اخويا، ده مصيف وهم هيسلوا بعض. بالبساطه دي بقى انا ما رضيتش اخد حد من اخواتي. يا سلام عليك بقى، اهو انت كده تعمل من الحبه قبه كده. طيب يلا شاهلي عشان نتوكل على الله بدري. يسرى اركبي انت وصاحبتك فاتن قدام جنب بابا، وانت يا اشجان تعالي معايا انت وخديجه. طب والكيس ده اللي فيه الترمس والسندوتشات؟ خليها على حجرك. يلا ادخلي بسرعه. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله. اللهم اكرم شر الطريق. ايه في ايه يا فاتن؟ باين عليك خواف قوي يا انكل. ولما ابسمل واطلب ربنا يكفينا شر الطريق ابقى خواف؟ لا يا بنتي لا. وعلى كل حال المثل بيقول من خاف سلم.
وقفت هنا ليه؟ ما هو هنا باركينج. ها تفطروا تشربوا الشاي بقى؟ الله، ما نروح الريست احسن يا انكل، هناك في كل حاجه. ايوه صحيح يا دادي. خلاص يا محمود، يلا بينا. كده. طب ادوني انا بقى شويه شاي وسندوتش. لسه هنطلع، ما ناخد بقى الفطار هناك والشاي بالمره. امرك. لو سمحت. ايه بتعمل ايه يا انكل؟ بتعمل ايه؟ الجرسون مش هيجيلك هنا. هيلب يور سيلف، اخدم نفسك بنفسك. قومي يلا يا يسرا، وانت يا اشجان. يلا تعالي يا خديجه عشان تشيلي معانا. ما تيجي يا بابا علشان تدفع الحساب. طيب روحوا شوفوا هتاخدوا ايه وانا جاي وراكم. يلا يا ستي يسرا. مبسوطه كده يا سماسم؟ الحمد لله. يعني السندوتشات معانا والشاي معانا، لازم الغرامه ايه؟ يا محمود كل سنه وانت طيب، احنا عايزين ايه غير اننا نبسطهم؟ يلا كده قوم روح شوفهم، روح. اسمعي يا ست، تجيب 20 جنيه. 20 جنيه؟ ليه؟ عشان نبسطهم يا هانم. السندوتشات والحاجه الساعه والشوكولاتات. هاتي بسرعه هاتي. الله يا ستي، شقه شرحه وتفتح النفس وتطلع على البحر على طول يا ستي. طب يلا يا خديجه دلوقتي فك الحاجه وشيلي اللحمه والفراخ في التلاجة. طب والسندوتشات دي يا ستي اوديها فين؟ اديها للبواب. بس يا ستي ما هي يعني خديجه اعملي اللي بقولك عليه بالظبط. طيب. هو البيه راح فين؟ دخل ينام، تعبان يعني من السواقه. طب اسمعي وردي عليه الباب لغايه ما نخلص. حاضر من عينيا الاثنين. مام، انا ويسرا وفاتن هناخد الاوضه اللي هناك. ما دي حلوه وبتطل على البحر. لا هناك احسن يا ماما، علشان ناخد حريتنا. ايه اللي تشوفوه؟ طيب ودي الشنطه دي هناك يا خدوجه. حاضر يا ستي، حاضر من عينيا. ايه ده يا بنات؟ ايه في ايه يا انكل؟ في ايه؟ ايه لابسينه ده؟ نازلين الفلاش. ورايحين كده؟ الله، ايه يا انكل مالك مستغرب كده ليه؟ يعني يا اشجان ما بترديش انت ولا اختك؟ في ايه بس؟ مالكوا واقفين كده؟ مش قلتوا انكم نازلين على البلاج؟ الحق بقى يا طنط، انكل محمود مستغرب من لبسنا ده. يا اختي ده بيضحك معاكوا بس. يلا انتوا بقى واحنا هنبقى نحصلكوا. طب باي 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 يا انكل. عاجبك كده؟ جرالك ايه يا محمود؟ انت عايز فاتن تروح تقول لاهلها اننا دقه قديمه؟ نعم، ما تروح تقول لهم اللي تقوله. ومين اللي اشترى لهم الهدوم العريانه دي؟ اما انت امرك عجيب قوي. انا فيها ايه؟ مش زي ما كل البنات بيلبسوا في المصيف؟ لا يا ست هانم، كل شيخ وله طريقه. انا بناتي بالذات لازم. وحياتك بقى يا محمود، احنا جايين نصيف ونتبسط، مفيش داعي بقى للمشاكل من اولها كده. ويلا، ولا تحب تشرب فنجان قهوه الاول؟ يلا على فين؟ نحصلهم. نحصل مين؟ البنات. انت مش هتنزل الميه شويه؟ لا، انا هقعد في الفرادة واخد القهوه بتاعتي كمان شويه. بس خديجه نزلت راحت مع البنات. يا ستي ابقى اعمليها انت. انا نازله، اعملها لك دلوقتي؟ نازله فين؟ مدينه قاعدين والبحر قدامنا اهو. نعم، امال بقى انا كنت بشتري المايو ليه؟ مايوه؟ وانت هتنزل الميه؟ ايه غريبه؟ ما كل الستات بتنزل. ما تبص، شايف؟ ما تبصي انت يا سميره، هو معقول في واحده في جسمك ده وتلبس مايوه؟ حرام عليكي. يعني سكت؟ ولا انا بقى مش وش نزول الميه زي بقيه خلق الله؟ بس من فضلك بلاش التكشيره دي يا ست، جوزك بيغير عليكي، مش عايز حد يشوفك وانت بالمايوه، دي حاجه تزعل. لا انا فهمت قصدك ايه. لا قصدي ولا حاجه، ليك عليا كل يوم الصبح بدري نبقى ننزل انا وانتي ونبلبل زي ما احنا عايزين. ها عداني العيب ولا لا؟ عداك. اعمل لك قهوه؟ ايوه لو سمحتي، وانزلي مع الف سلامه، بس ما تبقوش تتاخروا. القهوه. تسلم ايدك. قبل ما انسى، ايه؟ ابقى اتصل بابراهيم بيه الشريف في التليفون وطمنهم اننا وصلنا بالسلامه. ضروري يعني؟ ما هي البنت ويانا. يا اخي ضروري، هيبقوا عايزين يطمنوا. حاضر حاضر يا ست حاضر، بس اعملي حسابك بقى، التليفون حسابه لازم ندفعه لما نمشي، ده ملهوش دعوه بايجار الشقه، ولعلمك بقى ده مش هيتقسط زي الايجار. يعني من مكالمه ولا اتنين. بابي ايوه يا
يسرا؟ ها اتبسطتوا؟ المية في منتهى الجمال. كان لازم تنزل معانا يا أنكل، مفيش موج والمية دافية كده. المهم بقى تكون انتوا اتبسطتوا. يلا بقى غيروا هدومكم عشان تبقوا تتعشوا. الليله دي فيه فيلم في التلفزيون. ايه ده يا أنكل ده؟ ايه ده؟ هو احنا هنقعد نتفرج على التلفزيون؟ امال عايزين ايه؟ قولي له يا فاتن. احنا هنلبس وننزل البلد. ايه؟ ايوه يا دادي، ننزل البلد نتفرج على الفطارين ونتعشى بره وبعدين ندخل السينما. فاتن عارفه محل بيعمل بيتزا جنان، مش كده يا تونه؟ ايوه يا أنكل، بابي كل ما بنيجي هنا بيودينا عنده، رحنا له 4-5 مرات. يلا يا بنات نلبس. يلا. ماما ماما. الله، هو انت لسه ما لبستش؟ البس اروح فين؟ انت مش قلت للبنات اننا هننزل البلد وخليتهم يلبسوا؟ يا ستي انا لا قلت ولا عدت. ما هي المعموله فيها كل حاجه، محلات موجوده يتفرجوا زي ما هم عايزين، السينما موجوده، الملاهي، ايه بس اللي نازلين وسط البلد؟ عايز تخليك انت؟ هات المفاتيح. نعم، ومين بقى اللي هيسوق لكم؟ فاتن. انت بتقولي ايه؟ ما هي بالسوق كويس. وش عرفك؟ وازاي اخليها السوق في الكورنيش لغايه البلد تحت؟ خلاص قوم انت وتعالى معانا، البنات نفسهم ياكلوا بيتزا. ها يا بنات، حد عايز حاجه تانية؟ ميرسي يا أنكل. من فضلك الحساب. يلا اسبقوا انتوا. هنستناكم على باب السينما. سينما؟ ايوه يا بابي، ده فيلم جنان وكان نفسي اشوفه. طيب بس حاسبوا انتوا بتعدوا. حاضر. ايوه بيه، الحساب 22 جنيه ونص. 22 جنيه ونص. طيب اتفضل، خلي الباقي علشانك. ميرسي يا بيه. قومي يا ست سميرة. ايه ده؟ هو احنا كنا كلنا ايه يعني؟ ولا حاجة، قومي. ايه ده؟ ايه يا بنات؟ انتوا هتناموا؟ دي الساعة 2:15. ورانا ايه؟ فين الشنط اللي معاكي؟ عندك في الشنطة. طيب نسمع اي حاجة. مين فيكم بقى يعرف يرقص الرقصة دي؟ يلا بقى قوموا بلاش كسل. مالك بتتقلب كده ليه؟ مش قادر انام، مش سامعة. قول البنات يتخمدوا بقى، مش معقول كده. ليه بس؟ ما هم في اوضتهم. وطوا المزيكا دي والضحك. مش في ناس نايمة؟ يا محمود احنا في مصيف. يعني ايه نزعج الناس واحنا بلاش ننام كمان؟ الساعة بقى 3:30 الفجر. طيب انا هروح لهم، بس نام انت كده وهدي نفسك. انت عاوز البنت تروح تقول لاهلها علينا ايه؟ اوه البنت مش هنخلص بقى يا سميرة. انا جاي ارتاح وهدي اعصابي. خلاص نام علشان نصحى بدري زي ما قلت وننزل المية. محمود الساعة بقت 6، قوم بقى. يا سميرة حرام عليكي، اقوم ايه وانا لسه نمت؟ يعني انت كنت بتضحك عليا؟ خليها يوم تاني، بس انام شوية، مش قادر افتح عينيا. خليك انت نايم، انا هنزل لوحدي. ما انا كنت عارفة كده ان انت برضه هتعمل. عارفة ولا مش عارفة؟ خلي خديجة تعملي فنجان قهوة، يمكن اقدر افتح عينيا. اطلع لك المايو؟ ايوه. انت مش هتنزل تاني؟ لا كفاية. طب خليك قاعد، انا هنزل مع مدام لطيفة، دي ست لطيفة جدا. لحقتي اوام تعرفي اسمها وتعرفي اذا كانت لطيفة ولا لا؟ اتفضلي لحسن بتشاورلك. انا اللي استاهل، انا جاي استريح حال. كلهم يقولوا لي في الشركة اجازة سعيدة. ما هو باين اهو، ما هو باين. وده بقى الأستاذ؟ أيوة محمود بيه. يا بختك بيه. تصدقي حاولت مع الأستاذ بتاعي ينزل معايا مرضيش. يا باي لا، محمود بيه بقى مش ممكن يا اختي يرفض لي طلب، ومش ممكن يسيبني لوحدي ابدا. ده احنا حتى لما كنا نروح بره. يا سلام، انتوا بتسافروا بره كل سنة. السنة دي بس قلنا نصيف هنا. ورحتوا فين وفين؟ يوه تقريبا مش قادرة اقولك كده كل البلاد، كل بلاد بره. بقولك ايه، انتي والاستاذ
لازم تيجوا عندنا شوية ناخد الشاي مع بعض ونتعرف على بعض. وهو كذلك. نفوت عليكم الساعة 11. كويس. هنستناكوا. عرفتي شقتنا فين؟ اهي بصي، اللي في العمارة الخضراء اللي هناك دي، 3 دور، شقة 7. ونزلت المية يا أنكل؟ ايوه. وانا كمان. معقولة يا ماما؟ الله، وليه لا؟ بالعكس، اللي زي ماما تحفظ توازنها كويس قوي. يسرا، ايه في حاجة يا بابي؟ يلا 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 خلصوا فطاركم عشان تنزلوا وترجعوا بدري. نرجع بدري؟ الله، عشان تتغدوا. لا، ما خديجة تبقى تجيب لنا الأكل على البلاج. ايوه صحيح يا بابا. لا. ليه يا بابا؟ اكل على البلاج لا، سندوتشات معلش. ده انا بقى هغديكوا حتة صينية مكرونة بالبشاميل ولحمة بوفتيك، وشوفوا بقى انتوا عاوزين خضار ايه النهارده. يا ريت باميه يا ماما. خلاص. وعايزين بقى تاخدوا الباميه والمكرونه واللحمه وسلطات على البلاج. الله، وفيها ايه يا أنكل؟ كل الناس. غلط يا بنتي، غلط. الله، مش تكمل فطارك؟ شبعت يا ستي، شبعت. أنا آسفة يا طنط، أنكل باين عليه صعب قوي. لا ابدا، بس هو اعصابه تعبانه شويه عشان ما نامش كويس ليله امبارح. خديجه، يا خديجه. أيوة يا ست هاني. نعم. فطرتي؟ الحمد لله يا ست هاني. هو البيه دخل اوضته؟ أيوة. طيب وديله الشاي جوه. من عينيا. ايه يا محمود، انت ما شربتش الشاي ليه؟ عايز انام شويه لما ابقى اصحى. هي الساعه كام دلوقتي؟ يا خبر، دي بقت 10:30. وايه يعني ما تبقى 11؟ ايه يعني؟ ازاي بقى؟ دول جايين الساعه 11. جايين؟ مين دول؟ لطيفه وجوزها. ايه؟ مالك اتخضيت كده؟ الحق عليا اللي عزمتهم عشان تتعرف على جوزها وتتسلى معاه. يا ستي، ومين قالك اني عايز اشوف حد ولا اتعرف على حد؟ يا سميرة حرام عليك اللي بتعمليه فيا ده، وطلبتي منك تشوفي لي حد اتسلى معاه. يعني انا غلطانه؟ و60 غلطانه. يوه، اللهم طولك يا روح. اهو انت كده بقى، اي حاجه اعملها تعمل عليها حكايه. يا سميرة يا بنت الناس، احلف لك على المصحف عشان تصدقيني وتفهميني، انا جاي ارتاح، جاي ارتاح بعد شقى سنين في الشغل، عايز الهدوء، محتاج للهدوء. يعني هم اللي جايين دول جايين بزيطه؟ هنبقى نقعد يا سيدي انا ولطيفه لوحدينا. هو ده الحل؟ خلاص يا ستي خلاص، بس ارجوكي بقى اعفيني من المعارف الصيفي دول، كفايه معارفك هناك. طيب قوم البس. البس ايه؟ هتقعد بالروب كده؟ وفيها ايه؟ لا، البس بنطلون وقميص واقلع البيجامه دي. حاضر. في حاجه تاني؟ ايوه. نعم. البس بدله سموكينج؟ بلاش تريقه. امال ايه بس قوليلي. تحاسب على كلامك قدامهم. نعم، احاسب على كلامي. جرالك ايه يا سميره؟ انت هتعلميني اتكلم مع الناس ازاي؟ يا ساتر، مش تخليني اكمل كلامي ولا كل حاجه عندك قفش كده؟ نعم، كملي. اصل انا كنت قلت اللطيفه نعم. اننا يعني كل سنه بنسافر نصيف في بلاد بره، وان دي اول سنه ما نسافرش بلاد بره ونصيف هنا. ربي ربي. بابا فين يا خديجه؟ ده قاعد في الفرندا، بس باين عليه مدخن خالص يا ست أشجان. طب مالكيش دعوه انت، روحي شوفي شغل. حاضر، من عينيا الاتنين. ايوه يا اشجان، في حاجه؟ نعم يا سي بابا. طبعا في. مزعل النص الحلو بتاعك ليه؟ ما عملتلاش حاجه. ازاي يا بابا؟ دي مقطعه نفسها من العياط في الاوضه، مصممه ترجع مصر. يا ريت يبقى احسن. بابا كلنا نرجع. ايه ده بقى؟ يعني تحرجها قدام الناس وتطلعها كدابه؟ اشجان. ايه؟ اسكت؟ يا بابا انا مش صغيره دلوقتي، ليه حضرتك عملت كده؟ يعني هتعلي بالكذب في السن ده؟ يا بابا دي كدبه بيضه. يا بنتي الكذب ما فيهوش ابيض واسود، الكذب كذب. بلاد بره ايه اللي بنروحها كل سنه دي؟ طيب ما كانش في داعي تحرجها. امال احرج نفسي؟ اذا كان بيسالني رحنا فين وفين كنت اقول له اي بلاد وخلاص. بالبساطه دي؟ اقول له راجل لافف في العالم كله، اذا سالني كنتوا نازلين فين ها ارد عليه اقول له ايه؟ اقول له ايه؟ لا ابدا، امك مش عايزه تبطل فشخره الكدابه دي، ما كفاش الاحراج اللي ياما وقعتني فيه هناك، جاي هنا كمان. انت يا بابا عارفها. على كل حال قوم قول لها كلمتين من كلامك الحلو الطيب ده، والنبي عشان خاطري طيب خاطرها. يلا يا بابا عشان خاطري، ده احنا معانا ضيفة مش لازم تاخد بالها. يلا بقى. حاضر. طيب
هبقى اروح لها. لا دلوقتي، صدقني ده كله علشان تكبرك اكتر واكتر في نظر الناس. تكبرني؟ ده كلام برضه تقول واحده جامعيه زيك. يا بابا ما هي تفكيرها كده. يلا انا هاخد يسرا اختي وفاتن ونخرج. هتروحوا فين؟ يا بابا ما تخافش علينا، هو احنا صغيرين؟ هنروح الملاهي والطم، هناخد خديجه معانا. طب ما تاخروش. ما تخافش حضرتك، مش هنتاخر. تعالي اسمعي. نعم. معاكي فلوس؟ اخدت من ماما. ايه عايز تديني حاجه؟ لا، ما هي معاها الفلوس كلها. مش عايز حاجه نجيبها لك واحنا راجعين؟ عايزكم تخلوا بالكم من نفسكم. ما تخافش. حاضر. ربنا يحفظكم من كل سوء. اوعى كده، انا عايزه ارجع. طب ممكن بقى تبطلي عياط انت بالصغيره؟ ايوه قول كده، خلاص ما بقتش اعجب. نعم. بتقول ايه يا سمير؟ ما هي كده الرجاله، تاكلنا لحم وترمينا عظم. صدقت لطيفه. لطيفه؟ سرقت في ايه؟ الكلام اللي قالتهولي عن جوزها، يا اما ما يخرجش معاها، يا اما لو خرج عينيه ما تنزلش عن البنات والستات، يا ما يحللوش الونسه اللي معاهم. الله اكبر. ايه تاني؟ اوعى ايدك دي. اسمعي بس يا بنت الحلال، اسمعي. فعلا عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. صدق الله العظيم. دلوقتي بس اقدر اقول لك انك انت اللي لازم تشكريني. على ايه؟ على ايه؟ علينا اتخلصنا من الجماعه دول، وتحمدي ربنا انهم مشوا وهم بيبصوا لنا بصه ناس مياسين مش زي ما بتقولي، وانهم مش هيجوا عندنا تاني هنا. مع الف سلامه. ويا بنت الناس خلينا في حالنا، نقضي الكام يوم دول مرتاحين، ملناش دعوه بحد ولا حد له دعوه بينا. دي كانت هتملى مخك بحاجات ممكن تخرب علينا. خلاص؟ خلاص. ودلوقتي بقى تحب نخرج لوحدينا شويه؟ نروح فين؟ زي ما تحبي. لا انت تعبان، مش ضروري. يا ستي مالكيش دعوه بيا. لا نقعد هنا في الفرندا، اعمل لك فنجان قهوه. بقول لك ايه، اسمعي، اسبقيني انت على الفرندا وانا اعمل كوبايتين شاي نشربهم على رواقه. لا لا لا، المزغوده خديجه تيجي بعدين وتشوفك على غفله. المسعوده مع البنات في الملاهي، في ايه يعني؟ انا حر. ايه انت نسيتي زمان؟ ياما وقفت معاك في المطبخ وياما شلتلك البنات. والله كانت ايام حلوه. الهي لا يعودها. ليه بس؟ صحيح، انا دلوقتي محمود بيه. بتتريق؟ لا لا لا، ولا بتتريق ولا حاجه، انا قايم اعمل الشاي. ايه يا ماما؟ باباكوا نايم. الله، ايه الحكايه يا ست ماما؟ هو ده اتفقنا برضه ولا ايه؟ شوفوا برضه انا بقول لكم وطوا صوتكم ومفيش فايده. يلا يا بنات على الاوضه. والعشاء خديجه هتجيب لكم العشاء جوه. وانتي وبابا مش هتتعشوا؟ مالكيش دعوه بينا. كده كده. وبعدين بقى ولا قبلين. يلا يا بنات. طلعنا منها يا ستي، يلا. دخلوا اوضتهم؟ ايوه قلت لهم انك نايم. عملت طيب. انت لسه هتولع سيجاره؟ مش كفاياك بقى؟ هي دي وبس. شوفي بقى، بكره الصبح ان شاء الله بدري هننزل الميه، هنروح هناك في الاخر عشان نبعد عن مكان نزول صاحبتك. مش ضروري لو كان ده بيتعبك. ما دمنا هننام بدري وناخد كفايتنا من النوم، بعد كده نرجع نفطر نشرب الشاي، ولما البنات ينزلوا البلاج نبقى نشوف لنا خروجه لوحدنا. تحب اروح المنتزه ونقعد هناك ساعتين 3؟ اللي يريح. خلاص يبقى اتفقنا، بس ما تجيبيش سيره قدام البنات لا يشبطوا ويبقى ما عملناش حاجه. طيب اطفي بقى السيجاره دي. اديني يا ستي طفيت السيجاره. اهدى 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 اهدى، ايه القميص اللي يجنن ده؟ حلو؟ حلو؟ بقول لك يجنن تقول لي حلو. وبعدين معاك بقى. ايه ده؟ مش جرس بدنا ده برضه ولا ايه؟ ايوه. تعالي هنا، تعالي. رايحه فين؟ هتخرجي من الاوضه كده؟ خديجه تفتح، خديجه تفتح. الله، لكن مين اللي هيجي لنا الساعه دي؟ اسمعي، البسوا الروب، البسوا الروب. خديجه
مين اللي كان بيضرب الجرس؟ دي ست عطيات وجوزها سي محسن بيه يا ستي. عطيات؟ طب تعالي ردي الباب على البيه. حاضر. اوام. من عينيا الاتنين. اهلا اهلا اهلا، اسكندريه كلها نورت. اهلا اهلا بيك يا حبيبتي. ازيك يا استاذ محسن؟ الله يسلمك. اسكتي اسكتي يا سماسم يا حبيبتي على اللي حصل. خير يا اختي. طب اقعدي بس خدي نفسك واتفضل انت يا استاذ محسن. اهلا اهلا اهلا، مساء الخير. مساء النور يا محمود بيه. ازيك يا ست عطيات؟ الله يسلمك. الحمد لله على السلامه. اي والله ربنا فعلا كريم وكتب لنا السلامه. كنا خلاص يا سماسم يا اختي، لكن انكتب لنا عمر جديد. ليه بس؟ ايه اللي حصل؟ اعوذ بالله. احنا بقى كان المفروض نوصل على المغرب، لكن تقولوا ايه بقى على جنون السرعه؟ العربيه انقلبت بينا عند الملاحات بعد ما قلنا لبعض الحمد لله بالسلامه وصلنا. الشر بره وبعيد. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. مش الحمد لله انتوا كويسين؟ الحمد لله الحمد لله، اهو شويه ردود بسيطه. وعربيتكم؟ ما كناش جايين بالعربيه، احنا كنا جايين في عربيه اجر، السواق بس هو اللي رجليه الاتنين فيهم كسر. واتنين من الركاب، شويه جروح كده مختلفه يعني. يا لا ساتر حول يا ولا رب. قوه الا بالله. الف حمد لله على السلامه. الله يسلمك. لكن عرفتوا ازاي العنوان بتاعنا؟ ما هي سماسم مديانا العنوان. تحبوا تشربوا ايه بقى على ما نحضر لكم العشاء؟ ضروري لسه ما تعشتوش. وحياتك كفايه علينا كوبايتين ميه بسكر، الواحد دمه هرب. اكل ايه يا حبيبتي؟ تصدقي ان احنا من الخضه احنا الاتنين على لقمه الصبحيه مع كوبايه شاي. يا ساتر. ايه ده؟ امال الوقت ده كله كنتوا فين؟ في المستشفى بقى واجراءات البوليس. ومحسن محفظته وقعت منه. يا خبر. طب ما دورتوش عليها؟ دورنا وولاد الحلال دوروا معانا، مفيش فايده. الله، كنت عملت محضر. ما احنا عملت، خصوصا عشان البطاقه. يا خساره. وكان فيها كام؟ كتير؟ كل الفلوس. كل الفلوس؟ اه يا ستي فداكم والحمد لله على السلامه. لكن هو انتوا حاجزين هنا في المعموره؟ اما اقوم بقى انا اعمل لكم ميه بسكر عشان تروقوا دمكم. لا لا لا، ايه اللي حاجزين في المعموره ولا حاجه؟ لا، اصل مدام سميره اصرت ان احنا نجيلكم يومين، هي مش قايله لك؟ ها؟ لا، الحكايه مش محتاجه. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا محمود بيه، بس والله الواحد مكسوف كده يعني من اولها وجاي في وقت متاخر. ده كلام برضو يا محسن. ده انتوا شرفتوا. يشرف مقدارك يا محمود بيه، ربنا يزيدك كمان وكمان ويعلي مراتبك. ربنا ياخدني ويريحكم مني. الا امال فين البنات؟ ها؟ في اوضتهم. متهيألي ناموا بقى بدري كده. الساعة 12 وربع، يبقى بدري. في المصيف يا محمود بيه زي ما بيقولوا يحلى السهر. على رأيك. اهم لسه صاحيين اهم. اهلا 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 يا حبايبي. اهلا. ازيك يا اشجان؟ اهلا. ازيك يا يسرا؟ وانتي ازيك يا حبيبتي؟ دي فاتن صاحبتي. ازيك يا انكل محسن؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اهلا اهلا يسرا. اهلا. ازيك يا انكل؟ اهلا. نورت المعموره كلها. دي المعموره اللي منوره باللي فيها. الله يفضل يا محسن بيه. اتفضلي يا ست عطيات هاني. وانت يا طنط مأجرين هنا في المعموره برضو؟ لا يا اشجان، دي ماما اتاريها عزمهم يومين عندنا. تشرف. ايوه كده علشان نبقى شله بقى. اشجان. نعم يا بابا. خلي خديجه توضب لهم الاوضه الثالثه لغايه ما يتعشوا عشان يبقوا يستريحوا، ودخلي الحاجات دي هناك. يا سلام. ايه يا محسن؟ يا سلام على ايه؟ اما عليك افكار ما كنتش متصور انهم هيشربوها بالسهوله دي. لا، وشفت اتأثروا ازاي؟ لا، وكلكم وحركه ضياع المحفظه كوم. ما هو كده تبقى كملت اللعبة، مفيش مصاريف ولا مشاركة في المصاريف. كمان دلوقتي ممكن نقعد زي ما احنا عايزين لو عجبنا الجو. ازاي بقى؟ انت بعد يومين 3 تتصلبط وتقول كده انك حاسس بوجع في جسمك كله. اقول قلبي وتنام. واقول لك بقى سيب الحكاية دي عليا ومالكش دعوة، انا هخليهم هم اللي يمسكوا فينا. شفت بقى قعدنا في الكازينو الكام ساعة دول هيوفروا لنا قد ايه؟ انتي منك انتي. يلا تصبحي على خير. وانت من اهله.
الحقي بابا بيحط حاجاته في الشنط وهو لابس. وانتي مش قادره حاولت اتكلم معاه، شخط فيا وعصبي جدا. اسمعي، روحي انده الاستاذ محسن، هو اللي يمكن يقدر. هو اللي ايه يا ماما؟ هو اللي ايه؟ انت هتدخلي الغرب بينك وبين بابا؟ ما هو هيزعق معايا. استحملي يا ماما، ما هي غلطتك. ادخلي له بقى لو سمحتي. طب روحي انتي واشغلي الاستاذ محسن وطنطك عطيات. ايه اللي بتعمله ده يا محمود؟ اديني 50 جنيه من الفلوس اللي معاكي. حاضر، بس يعني ايه الشنطه دي؟ ماشي، بسافر رايح مصر يا ستي عشان ادخل الحمام وارجع لشغلي، وهقطع الاجازه عشان ارتاح واريح. يا محمود بقول لك اديني 50 جنيه وما تخليش صوتي يعلى. ما هي الفلوس في الدولاب يا اخويا، تاخد اللي تاخده، بس حد يروح مصر عشان يدخل الحمام ولا يرجع شغله عشان يستريح؟ مجنون. ها تقولي ايه بقى؟ الف سلامه ليك يا حبيبي من الجنان، الف سلامه. اهو الحمام فضي، ممكن دلوقتي تدخل. متشكر. ايه الكرم ده كله؟ محمود انا غلطانه، صدقني انا كنت بضحك معاها لما قلت لها تجينا شويه. يا ستي وانا كلمتك؟ ما هو يا ريتك تتكلم وتعمل ما بدالك وما تكتمش كده في قلبك. مش بتقول لي اعمل ما بدالك؟ انا عايز امشي. طب والضيوف اللي عندنا؟ هما ضيوف ولا ضيوفك؟ وانا ايه يا اخويا من غيرك؟ لا انت كل حاجه بقى، والفلوس معاكي وبناتك وياكي. طب اعمل حساب احراج بناتك قدام الاستاذ محسن وعطيات. هو حد عمل لي حساب عشان اعمل حساب لحد؟ طب اهدى بس اهدى، واجل السفر ده لبكره، ده الاستاذ محسن قاعد بره مستنيك عشان يشرب الشاي معاك. الكلام ده كله ما منوش فايده. اروح ابعت لك الاستاذ محسن؟ لو عملت كده اعتبر ان الساعه دي اخر ساعه في حياتنا. كده برضه يا محمود؟ للدرجه دي حياتنا رخيصه عندك؟ بابا انكل محسن مستنيك عشان تشربوا الشاي سوا. قولي له هو جاي عشان خاطري. ها قوم دلوقتي يا محمود وبعدين نبقى نتكلم وانت بيحوق معاكي كلام؟ كتر خيرك، على كل حال انا برضه هستحمل. ايه يا انكل محسن، مش قلت هتروح معانا البلاج؟ ايوه جاي. يلا يا محمود بيه. لا معلش انا هقعد هنا. وده معقول بقى؟ يلا يلا هناخد الطاوله معانا. يا الطاوله ده انا حتى نسيت شكلها. هفكرك بيها. يلا بقى يلا بقى. خلاص انا جاي. العب شيش جوار. يا محمود بيه بتبص على ايه؟ اشجان يا اشجان. نعم حاضر. تعالي هنا. نعم يا بابا. مين ده اللي واقفه معاه فاتن هناك؟ ده واحد جارهم في مصر. اديهلها. يا بابا احنا مالنا؟ بقول لك اديهلها حالا. الله ايه يا محمود بيه؟ ده احنا في مصيف. يعني ايه في مصيف؟ يعني ممكن ارجوك يا محسن، ارجوك ارجوك، دي برضه امانه في رقبتي. ايوه يا انكل. مين اللي كنت واقفه معاه؟ ده حماده. ويطلع ايه يا حماده ده؟ حماده جارنا في مصر. ايه في حاجه؟ حماده حماده. ايه ده؟ ايه اللي بتعمليه ده يا بت؟ ايه يا انكل؟ بلا انكل بلا زفت، مش عايزك تكلمي حد. يا انكل بابي عارف. لما تبقي مع بابا ابقي اعملي اللي انت عايزاه. الله جرى يا محمود بيه مش كده يا محسن ارجوك اعمل معروف، انا عارف بقول ايه وبصرف ازاي. اشجان. نعم. روحوا قولي للولد ده يمشي من هنا حالا، ولو شفته هنا تاني مش هيحصل له طيب. ايه ده يا انكل ده؟ مش عايز ولا كلمه، اتفضلي من قدامي. طيب روحوا انتوا بس، اقعدوا مع ماما وطنط وانا هتصرف. روق بس يا محمود بيه. ما خلاص بقى يا فاتن، ما هو انت برضه غلطانه. الله ايه يا اشجان؟ غلطانه في ايه بقى؟ يسرا اسكتي انت. ايه اللي اسكت انا دي؟ ده بابي عمره ما شخط فيا، وكمان عارف ان انا وحماده بنحب بعض. يا نهارك اللي مش فايت، اوعي يا بابا يسمعك بتقولي كده. الله هو الحب حرام؟ يسرا ما تخلي نهارك يعدي. وانت يا فاتن ارجوكي اوعي لسانك يفلت بكلمه كده ولا كده زي دي تاني. انا هتصل ببابي واقول له اني هروح اقعد عند طنط زيزي. ومين بقى طنط زيزي دي؟ مامة حماده، ما هم واخدين شقه هنا. كده اخسى عليكي كده برضو يا فاتن. ما هو انا كمان ما احبش حد يكلمني بالطريقه دي. ده بابا يا فاتن كمان هو خايف عليك. انا مش صغير، وبعدين ملوش دعوه بيا. ما يصحش كده يا فاتن، وعيب اللي بتقوليه ده. انا مرضاش تتكلمي بالطريقه دي عن بابا. الله جرى يا اشجان؟ مش عايزه ولا كلمه. عاجبك كده يا اسره؟ كنت جايباني معاكي علشان كل واحد وكل واحده تلطش فيا؟ معلش بقى يا فاتن، هي مش قصدها برضه. انا مش قاعده هنا. فاتن الله، اظن بقى هتروحي عند طنط زيزي. ايوه بس بابا مش هيرضى. باباكي ملوش حكم عليا. الله فاتن. ايوه انا مش واخده على كده. الله
تتفلق، بلاش قلة أدب ومسخرة. يا بابا دي مش مسؤولية حضرتك، هم معودينها على كده. تبقى تتفضل من غير ما ترد، أنا مش ناقص حلقة دم. اهي عايزة تروح تقعد عندهم. عند مين؟ عند مامة حمادة. إيه؟ تسافر مصر عند أبوها وبعد كده تتصرف زي ما هي عايزة؟ هاتي التليفون ده هنا. هتعمل ايه حضرتك يا بابا؟ هكلم أبوها لما أشوف آخرتها إيه معاها. أرجوك مفيش داعي. بقولك هات التليفون. مبسوطة كده يا فاتن؟ اهو بابا بيكلم باباكي. احسن. دلوقتي بابي يفهمه انه مش من حقه يعاملني كده. فاتن يا فاتن. مش رايح. فاتن. مش رايح. ما تلميها بقى يا فاتن، مش كده. يلا تعالي معايا، قومي. فاتن تعالي كلمي باباكي. الو. ايوه يا بابي. يا بابي ده حماده. بابي. ايوه ايوه، ما هو ايه، ما حضرته اللي يا بابي. يا بابي ليه كده؟ لا لا ما اقدرش، انا ما عملتش حاجه غلط، ما عملتش حاجه غلط. تعالي يا يسرا كلمي. حاضر. الو. ايوه يا انكل. نعم. ايوه واقفه جنبي اهي. فاتن بيقولك اعملي اللي قالك عليه. انا اسفه يا انكل محمود. ايوه يا انكل. نعم. ايوه قالت له اسفه. ايه. حاضر. فاتن بيقولك اعملي زي ما قالك. مش هعمل كده تاني يا انكل. خلاص يا بنتي خلاص. الو. ايوه يا انكل، قالت له مش هعمل كده تاني. ايه. ايوه وبست راسه. حاضر. عايز تكلم بابي؟ حاضر بابي. هاتي. ايوه ابراهيم بيه. لا مفيش حاجه، دي زي بنتي. لا هي جنبي اهي وتصالحنا. مع السلامه. تحياتي المدام. تعالي يا فاتن. يا بنتي انا خايف عليكي زيك زي اشجان ويسرى. اسفه يا انكل. لا اسفه ولا حاجه يا بنتي، اضحكي كده بقى، اضحكي بقى، وريني الابتسامه الحلوه دي. ايوه اهو كده. ها ايه الحكايه يا اشجان؟ يا مامتك والجماعه استحلوا القعده على البحر، مش هتغدى ولا ايه؟ ابعتي خديجه تنده لهم. دول ايه؟ اصل طنط عطيات كانت بتقول لخديجه تودي لهم الغدا هناك. طنط عطيات هي اللي بتقول؟ ايوه. ايوه. طيب وانتوا؟ اللي تشوفوا حضرتك يا بابا. يبقوا روحوا اتغدوا معاهم. وحضرتك يا بابا؟ انا عايز انام، فرصه انام فيها. الاكل مش مشكله، الراحه وهدوء البال بقت هي مشكلتي في الاجازه السعيده دي. روحوا بس خدوا معاكم المفتاح. فرصة ايه؟ بقى ده اسمه كلام يا اشجان؟ وانت يا سماسم معقول تسيبيه ينام من غير غدا؟ يا طنط صدقيني هو هيكون مستريح كده. مش ممكن، تلاقيه لسه زعلان من حكاية فاتن. انا هروح اجيبه واجي. لا يا طنط ده مستحيل. طب هتشوفي. ما هو يمكن يعملها زعلة تانية وما خلصتش معاه. ما تخافيش، مش هتأخر عليه. عاجبك كده يا ست ماما؟ اعمل ايه؟ ما هو قدامك. قدامي ايه بس؟ مش قادرة تمنعيها. ازاي تسمحي لها تروح لوحدها وبابا لوحده هناك؟
انا مش قلت لها يمكن يعملها زعله؟ هو ده بس اللي همك؟ يمكن يعملها زعلة ويبقى له حق لو عملها. ماما حضرتك بصراحة تصرفاتك بقت مش معقولة أبدا. وبعدين معاكي بقى يا أشجان، مالكيش دعوة، هي طنط عطيات غريبة. أمال إيه؟ قريبة وأنا مش عارفة يعني؟ دي عشرة عمري يا حبيبتي. برضو ده ما يديلهاش الحق تتصرف كده. على العموم أنا نازلة المية. عليك كلام يا عطيات. اعمل لك ايه؟ يلا بينا بقى. برضه حاطه في دماغك اني زعلان وعشان كده. لا، انا متراهنه معاهم ان انا هجيبك معايا. يلا اكسب الرهان وليك النص. ايوه كده فرفش، محدش واخد منها حاجه. انا عارفه ان سماسم مش قادره تفهم مزاجك، لكن مهما كان دي ام ولادك. بقولك ايه، طول ما انا معاكوا هنا خليك معايا وانت تكسب. خلاص يا ستي وانا موافق. ست عطيات، ست عطيات. ايوه يا خديجه. ست سماسم عايزه حضرتك في اوضتها. طيب انا جاي. خلي بالكوا يا بنات، محسن احسن واحد يسرق في الورق. عارفين. سامع يا انكل، اتاريك نازل فينا غلب. ده بياكل بالولد 5 مرات. مظلوم مظلوم والله العظيم مظلوم. في ايه يا سماسم؟ مش عارفه اقولك ازاي، اصل البنات مصممين يخرجوا مع الاستاذ محسن. طب وماله؟ ما فيهاش حاجه صحيح، بس انا قصدي يعني انت عارفه بقى ان الولاد طلباتهم ما بتخلصش، وهو يعني محفظته ضاعت. وهو محسن لو ما كانش كده كان سكت عن شراء الفاكهه والحلويات وخروج البنات. ما هو علشان كده انا عايزاكي تديله ال50 جنيه دول. امسكي خليهم معاه، محدش يعرف الظروف. كده برضو يا سماسم؟ شوفي بقى، والله ان ما خدتيهم لازعل منك، ولو عايزه زياده عينيا ليكي، الفلوس كتيره والحمد لله. محمود مديني 2000 جنيه عشان المصرف. ما هو بس ما يعني... بسش، واياكي تجيبي سيره ان انت واخده الفلوس مني، قولي له ان انت كنت شايلاهم معاكي. طول عمرك اصيله يا حبيبتي. هاتي. أشجان، اوه مالك؟ واحنا في الملاهي برضه كنت بتسرحي كل شويه. لا مفيش. ده حتى انكل محسن لاحظ وسألني، وطريقه كلامك مع طنط عطيات لما رجعنا. طنط عطيات بصراحه بقى عملت جو من ساعه ما جت. ما هو ده اللي يخوف. يخوف ليه؟ لا لا ولا حاجه، انا بس متضايقه شويه. يلا بقى علشان ننام. طب تحبي ادور لك شريط مزيكا هاديه؟ لا يا فاتن، لا ارجوكي، انا هنام على طول. طيب تصبحي على خير. تصبحي على خير، وانتوا من اهله. اطفوا النور. ايوه يا بابي، بكره بقى عايزين اكل السمك. وانت يا فاتن؟ ده انا بموت فيه يا انكل. اذا كان بقى على السمك نقاوته تبقى عليا. محمود به يصحى بدري وياخدني بالعربيه للحلقه في البلد، وهتشوفوا بقى السمك اللي هجيبه لكم. بسيطه بسيطه. ايه يا طنط، ميرسي قوي. وايه اللي ينزلكم لغايه البلد تحت؟ ما السمك كتير هنا ولا بس مشوره؟ ايه يا اشجان؟ الله، يعني الحق علي انا عايزه توكلكم اكله حلوه. الله، ايه يا اشجان، انت لسه ما نمتيش؟ مش جاي لي نوم. تعالي نقعد في الفرندا شويه. فاتن نامت. سيبيها،
صباح الخير يا محمود بيه. يا صباح النور. ها يلا بينا يا ستي. ايه مش هتلبس؟ لا هروح كده بالجلابيه، احنا مش رايحين حلقه سمك. على رايك. صباح الخير. صباح. انت ايه اللي مصحيكي بدري كده؟ اصلي رايحه معاكم. رايحه معانا؟ على فين؟ نفسي اشوف حلقه السمك. مره تانية ادخلي انت نامي وريحي نفسك. لا معلش يا انكل، المره دي وبس. قولي له يا طنط. واللي زيك بقى هتروح تعمل ايه في حلقه السمك؟ الله بقول لك نفسي اشوف. يلا اسبقي. طب هات المفاتيح علشان امسح العربيه من ندى، زمانها غرقانه. يعني ما هي دي الاصول يا طنط. انا صغيره اقعد جنب انكل، وحضرتك بقى ضيفه تقعدي في الصالون ورا. مش واكله سمك ولا ضايقاه حتى. الله، ايه اللي بيضحكك يا فاتن بس؟ وانتي يا اشجان، هي كانت شارياه بفلوسها، ده بابا هو اللي دفع. اشجان هتاكلي سمك وجمبري وتشبعي. مش واكله. لما تعرفي هتاكلي. لما اعرف ايه؟ ان كل اللي بيدور في مخك ما حصلش منه حاجه. قصدك ايه يا فاتن؟ قصدي اقول اني انا كنت معاهم. ايه؟ هو انت رحتي معاهم؟ طبعا، امال ايه. قمت بدري وقعدت لهم كده زي قرد قطع، وقلت لهم لازم اروح معاكم. يحاولوا كده كده مفيش فايده. وفي العربيه قعدت جنب انكل وهات يا رغي معاه في الرايحه والجايه وفي الفاضيه والمليانه، ما اديتهاش فرصه. وايه اللي خلاكي تعملي كده؟ انتي. انا؟ ايه اشجان، انت فاكراني صغيره؟ حركاتك وبساطك ليها وكلامك لما قالت هنروح نجيب سمك، وبعد كده سرحانك لما دخلنا ننام. كل ده فهمت منه انك خايفه على انكل من طنط عطيه. طب هس وطي صوتك. وفي سبب تاني خلاني اعمل كده. ايه يا تونه؟ ايه؟ ارد الضربه لانكل محمود. هو حرمني من حماده وانا يا بنتي ليه طلعالي صاحبتي. لكن انت شايفه برضو ان بابا منسجم معاها؟ لا منسجم ولا حاجه، دي عامله له زي البهلوان وبتضحكه وهو بيسيرها. اطمني. المهم بقى نعمل حصار دائم على طنط عطيات من غير ما نبين ان ده مقصود. بابا سيبيني وحياتك يا اشجان، سيبيني. انا اول مره في حياتي باكل بالطريقه دي. تسلم ايدك يا عطيات، اما اكله ما كانتش على البال. 4 أصناف يا طن. لا وايه، كل صنف انقح من التاني. يا بختك يا انكل محسن بمراتك. وانتوا فاكرين يعني انها بتعملي الاصناف دي في البيت؟ دي مجوعاني. يا راجل حرام عليك، ما تبقاش ناكل للجميل. قول له يا محمود. قصدك تقولي محمود بيه يا طنط؟ ها ايه يا اشجان، وده وقت رسميات. احنا ثانيه واحده اشوف مين. ايه ده؟ معقوله طنط بهيجه وانكل يسري يا ماما؟ بس اتطربقت. قلت ايه؟ لا ولا حاجه. اهلا وسهلا.
ابعتي لي ماما. بس بقول لك ابعتيها هنا. حاضر حاضر، انا جايه اهو. انا جيت من نفسي. اللي عايز تعمله اعمله، ومن حقك. هو سؤال واحد. اسال يا اخويا ما بدالك. بقول لك انت عازمه حد تاني؟ لا، هو انا كنت اتجننت. مش بعت للجرايد نشره؟ ايه يا بابا؟ اسكت انت يا سجان. جاوبي يا سماسم هانم، جاوبوا بصراحه. التكيه اللي واخدينها دي ما حدش جاي فيها تاني؟ واللي بره دول هتقعديهم ازاي؟ هتنيميهم فين؟ تحب اروح اقول لهم اتفضلي ومن غير ما ترد؟ لا يا محمود، ابوس رجلك، بلاش فضايح. فضايح؟ ومين السبب يا ست هانم؟ انا عارفه، وتوبه يا اخويا صدقني. وهي الفلوس اللي معانا هتقضي الجرم ده كل يومين كمان؟ من ناحيه الفلوس ما تشغلش بالك انت، انا عامله حسابي. ولما انت عامله حسابك من ناحيه الفلوس، ما عملتيش حساب راحه البني ادم اللي بيجيب الفلوس دي ليه؟ حرام عليكي، حرام عليكي. دي اول اجازه باخدها بعد كذا سنه ما همتش فيها، ما اخدتش فيها راحه يوم لغايه ما اتهديت. ليك حق في كل اللي بتقوله، بس تعالى بقى اقعد معاهم شويه علشان ما يلاحظوش حاجه. والله انا كنت بعمل ده كله عشان اكبرك في نظرهم. نعم، وبكده بقى اديني كبرت في نظرهم، بقيت عمده كفر المعموره، صاحب دوار في المعموره، بيستقبل كل اللي يخبط على الباب. دول بيستغلوك يا ست هانم، بيستغلوكي. استغفر الله العظيم من كل ذنب، استغفر الله العظيم من كل ذنب. خلاص يا بابا، خلاص. تعالي يا ماما، تعالي وبابا يحصلنا. تعالي. اتفضل انت بقى يا محسن، حل لنا بقى فزوره النوم دي. بسيطة قوي. الموجودين مين يعني؟ محمود بيه وحرمه وبناته أشجان ويسرى ومعاهم فاتن. كويس. والأستاذ يسري وحرمه وبناته كريمة وانشراح ولبنى. والعبد الفقير أنا وحرمنا. في حد تاني؟ وخديجة مش معدودة؟ طبعا معدودة طبعا. يبقى المجموع 20 شيل 7 13. ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. وشقة 3 أوض، نمسك أوضة الآنسات فيها 3 سراير، يبقى كل 2 على سرير، وكده حلينا مشكلة 6 آنسات. السيدات 3 ممكن نضم السريرين الكبار اللي في أوضة محمود بيه ويناموا مع بعض. طيب. فاضل الرجالة. احنا 3 برضه، الأوضة فيها سريرين. كويس. اعمل حسابك يا أنكل، بابا ما يقدرش ينام مع حد في سرير واحد. يا سلام. بس خليه يكمل. محلولة. ماشي. انا ويسري في سرير ومحمود بيه في سرير لوحده. طيب كويس. وخديجة هتنام على اي كنبة من دول في الصالة. اظن بقى المشكلة كده اتحلت. لا والله برافو عليك. والله يا محمود بيه لو كنا عارفين ان محسن وعطيات هنا كنا اجلنا مجيئنا لوقت تاني، علشان يعني ما نعملش الزحمة دي، وكان قدامنا لغاية اخر الصيف. اخر الصيف؟ ما هي مدام سماسم هانم قايله البهيجه انكم واخدين الشقه 4 اشهر. لا ده هي بس اللي فهمتني غلط. انا قلت يعني اننا كنا هناخدها 4 اشهر. ايه ازاي بقى يا حبيبتي؟ ايوه يا بهيجه، انت يا اختي اللي ما خدتيش بالك. يمكن. انتوا بس هتعملوها مشكله ليه؟ الله، ما انا حسبتها اهو. خلاص اللي حصل يا جماعه، ودينا بقى مع بعض كام يوم كده. هو احنا بنتلم امتى؟ البركه بقى في محمود بيه، ربنا يزيده. كل ده كويس. بس احب بقى اكلمكم بصراحه. اهو قايمين ليه يا بنات؟ خليكم قاعدين. اولا لازم تبقوا عارفين ان واخد الشقه دي لمده 15 يوم بس. ايوه بس، وعن طريق الشركه، والشركه هتقسم قيمه ايجارها على اقساط من مرتبي كل شهر. ثانيا حساب المكالمات التليفونيه في التليفون لازم ادفعه كاش قبل ما امشي. لا مؤاخذه يا محمود بيه، هي فاتوره التليفونات يعني عارف كل 3 اشهر او نص سنه او سنويه، لكن صاحب العماره والشقه بيروح ويجيب كل مده الحساب ويحاسب المستأجرين. بقول ايه يا محمود بيه؟ ايوه يا سيدي. هو سؤال بايخ شويه لكن من باب العلم بالشيء، يا ترى في هنا كام شمسيه والكراسي بتاعت البحر يعني؟ لا من الناحيه دي
محمود بيه هيعمل حسابه. ماما من فضلك خلي بابا هو اللي يرد. الحقيقه يا يسري هو فعلا زي ما قلت السؤال بايخ، لكن هرد عليك. الشركه حاطه في كل شقه شمسيه واحده وكرسيين صغيرين وكرسي فوتيه. يبقى كل ما ننزل هنأجر شمسية وكراسي. والله انا عندي اقتراح ننظم النزول. مجموعه الصبح بدري تدق الشمسيه وتقعد ساعتين، والمجموعه التانية تقعد ساعتين، والمجموعة التالتة ساعتين، وتبقى ترجع معاها الشمسية والكراسي. استاذ يسري ارجوك احنا مش في معسكر. يا محمود بيه ده مجرد اقتراح. صباح الخير. خير ايه؟ بابا مش موجود. الله في ايه؟ ماله انكل؟ مش في الأوضة، وأنكل محسن على سرير وأنكل يسري على سرير وبابا مش موجود. سألتي ماما؟ هروح أصحيها وأسألها. يعني هيكون راح فين؟ الشنطة بتاعته موجودة، هدومه كلها في الدولاب، يكون عملها وسافر ويبقى معاه حق. أشجان صباح الخير يا طنط. صباح النور يا حبيبتي. عربية أنكل واقفة مكانها. بقول إيه يا طنط، ما يكونش نزل البلاج؟ معقول؟ أروح أشوف. تروحي فين؟ خليكي. هروح أنا وفاتن. روحي غيري يا فاتن، بس ما تخليش حد من البنات يحس بيكي، سيبيهم نايمين. الله هايل. شكل البلاج حلو قوي وهو فاضي كده. احنا في ايه ولا في ايه يا يسرا؟ تعالوا نشوف الناحية التانية. طيب انكل محمود اهو. تعالوا. الله ده نايم. بابا. انكل. بابا. ليه مين فين؟ في حد تاني جه؟ مالك اتخضيت كده؟ صباح الخير يا بنات. ايه اللي منومك هنا كده يا بابا؟ حكم القوي على الضعيف. يعني ايه يا بابا؟ هو حضرتك يا انكل مش كنت نايم على السرير لوحدك؟ ايوه يا بنتي ايوه. اقول لكم ايه بس، مجا كنت نايم على السرير لوحدي ايوه، لكن نوم ما نمتش. ليه؟ عليا بالفنجانه لغايه ما الفجر يشقشق واعصابي متوتره. ليه بس يا بابا؟ ليه بس؟ الاساتذه البهوات محسن بيه ويسري بيه نايمين على السرير التاني ما بطلوش موسيقى مزعجه. الله كانوا مشغلين كاسيت؟ يا ريت على الاقل كنت قفلته، لكن شخير متقطع ومتواصل كورس بيردوا على بعض بيضحكوا. فضلت اقوم واعدل الدماغ ده وادور وشي ده مفيش فايده. الساعه بقت 5 ما لقيتش حل غير اني اخد كرسي واجي اقعد هنا ونقست. الله يسامحك يا سميره. بابا لو سمحتي انا هقول لهم يتفضلوا يشوفوا حته تانية لانك جاي تستريح. يا بنتي دلوقتي ما ينفعش. مامتك هيبقى موقفها ايه؟ عزمت الناس ولما جم طردتهم، وانا فكرك محسن ويسري لو ده حصل مش هيشنقوا عليا بالطريقه اللي هم عايزينها؟ وكريمه وانشراح ولبنى بنات بهيجه مش هيروحوا يقولوا اللي عايزينه بين صحباتكم؟ هم لو عندهم ذوق بعد الكلام اللي قلته امبارح كانوا اتصرفوا. دول قعدوا ينظموا ويرتبوا الامور زي ما هم عاوزين. انا اسفه يعني يا انكل لو كنت عارفه. اوعي يا بنتي اوعي تكملي يا فاتن. مالكيش دعوه انت بكل الكلام ده، انت زي اشجان ويسرى. ودلوقتي بقى اتفضلوا وارجعوا انتوا. بس يا بابا ماما مشغوله عليك قوي. يا صحيت. ايه؟ تلاقيها استلموها. قصدي عطيات وبهيجة بالشخير هم داخلين. المهم ارجعوا طمنوها وانا هاخد لي غفله وابقى اجي. انا هفضل هنا يا انكل، اصل انا لابسه المايو وهنزل شويه وابقى ارجع معاك. وانا هروح البس مايو واجي. طيب. محمود. نعم. يعني سايب الجماعة وقاعد لوحدك هنا في الفرندا؟ بشم نفسي شويه، ما انا طول النهار معاهم. معك حق محمود. نعم. في ايه؟
الأستاذ يسري يعني وبهيجة مالهم؟ يعني بيقولوا كانوا عاوزين ينزلوا علشان هياخدوا بناتهم ويروحوا محطة الرمل. يا سلام، ايه الادب والذوق اللي نزل عليهم فجأة ده؟ بيستأذنوا؟ أيوة يعني هما مع الف سلامة يا ستي. لا، هما يعني بيستأذنوا علشان الأستاذ يسري كان عاوز مفاتيح العربية. نعم. بابا احنا الله، في حاجة يا بابا؟ قولي لها يا هانم. في ايه يا ماما؟ ابدا، اصل الاستاذ يسري وبهيجة عايزين ياخدوا البنات ويوصلوا لغاية محطة الرمل. طب وفيها ايه يا بابا؟ اصبري خليها تكمل. هما يعني كلموني علشان اقول لباباكي ياخدوا مفاتيح العربية يروحوا بيها ومش هيتأخروا. وجاية تقولي الكلام ده لبابا؟ الجماعة دول ايه حكايتهم؟ هي عملية استقطاع. وطي صوتك يا اشجان، كلام ايه اللي بتقوليه ده؟ للأسف بتتكلم صح. أكل وشرب ونوم، واللي ما فيهم واحد ولا واحدة اشترت شوية فاكهة، كمان عايزين العربية. طب بس بطلي بقى، مهما كان دول ضيوفي. ضيوفك خلاص اتصرفي معاهم، العربية محدش هياخدها. يا طنط، في ايه يا فاتن؟ خلاص مش ضروري العربية. ليه؟ هما لاحظوا حاجة؟ لا مش هيخرجوا. الحمد لله، أصل جالهم ضيوف. ضيوف؟ ايوه كملت. اشجان. نعم يا بابا. روحي يا بنتي البسي انت وفاتن ويسرى، هنخرج بعد شويه. تعالي يا فاتن يلا. وحضرتك بقى خليكي مع ضيوفك وضيوف ضيوفك، واتمنى لكم سهره سعيده. ست سمير، عايزة ايه؟ ست بهيجة عمالة تزعق لي. وزعلك ليه؟ اصل جالها ضيوف 3 ستات وبنتين، وقالت لي هاتي حاجه ساقعه من التلاجة. قلت لها التلاجة ما فيهاش. وازاي تردي عليها وتقولي لها كده؟ كمان ليه سايبه التلاجة ما فيهاش حاجه ساقعه؟ يلا اجري بسرعه، خلي عم علي يطلع صندوقين بسرعه. ما هو لسه يا ست هانم مطلع امبارح بالليل صندوقين. بنت، ده مش شغلك. ايه بقى اللي بيضحكك كده؟ ما على رأي المثل شر البلية ما يضحك. شفتي قلة الأدب يا عطيات؟ قلة أدب؟ من مين؟ البت الشغالة اللي ما تتسمع. خديجة مالها؟ بتغسل هدوم محمود بيه وسماسم وبناتهم. أقول لها تاخد معاها غسيل البنات كريمة وانشراح ولبنى وتغسلهم، ترد عليا وتقول لي وهم بناتك مالهمش ايدين. معلش، لكن الحق مش عليها، الحق على سماسم اللي سايبه لها الحبل على الغارب. قال ايه؟ هتلاقي شغالة فين دلوقتي لو مشيت؟ وقال ايه بيدوها 50 جنيه؟ معلش يا حبيبتي فوتي. ايه ده؟ كمان سماسم ما عندهاش حق، ما كانتش قادرة تجيب الغسالة معاها مادام عارفة ان الشقة اللي واخداها ما فيهاش غسالة. لكن لا، انا هقول لمحمود بيه، هو اللي هيعرف يوري البت دي شغلها. لا تقولي ولا تعيدي، اهو بقاله 4 ايام هو ومراته وبناته لو ينبسهم. الله، انت كمان واخده بالك؟ ما هي باينه زي الشمس، ودي حاجه مستخبيه. مش عارفه ليه كده، امال كانت بتتفشخر وتعزمنا. قال ايه لازم تيجوا، هزعل منك. واخده بالك؟ بقالنا يومين مفيش فاكهه بعد الاكل، حتى الاكل كل يوم لحمه الجمعيه اللي ماليه بيها الفريزر. لحمه الجمعيه؟ جمعية ايه بقى اللي انا ماليه بيها الفريزر يا بهيجة؟ انت بتتصنطي علينا يا سماسم؟ يا ريت على الاقل كنت عرفت ايه اللي بيتقال عني. قولي يا بهيجة، قولي سمعوني بدل ما تقولوا من ورايا. كلام ايه ده يا سماسم؟ هي ما كانتش بتتكلم عليك. امال عن مين يا عطيات وانتي واقفه تسمعيها؟ ده جزائي برضو؟ جزائك ده ايه؟ انت بتعينينا يا سماسم. ينقطع لساني يا اختي، لكن عيب الكلام اللي بتقولوه ده، عيب. ومش عيب تخلي الشغاله اللي عندك ترد عليا لما اقول لها تغسل هدوم البنات وهي بتغسل هدومكم تقول لي وهم بناتك مالهمش ايدين؟ معلش، طبعا هي غلطانه في الرد ده، بس يعني الحمل تقيل عليها قوي. ما فيهاش حاجه يعني لو كل بنت غسلت هدومها. اسم الله بناتك يعني مش صغيرين دلوقتي. ايوه، ما هم بنات اللي عليهم العين من ساعه ما وصلنا. حرام عليك يا سماسم، ده انا مربيهم بطلوع الروح،
ده ابوهم شقيان عليهم. سامعه يا عطيات؟ جرالك ايه يا بهيجه؟ هو انا يا اختي هحسد بناتك برضو عشان تقولي لي كلام زي ده؟ اقول لكم ايه بس، انتوا الاتنين عاملين زي العيال الصغيرين. على كل حال هات يا ستي غسيل البنات وانا اللي هغسله بايديا. لا بنفسي. كتر خيرك كتر خيرك، امهم موجوده برضو. ما تزوديهاش بقى يا بهيجة، يقولوا علينا ايه رجالتنا لما يسمعونا نتكلم كده مع بعض. معلش حقك عليا يا بهيجه. خلاص بقى، اهي قالت لك حقك عليا. احنا ما صدقنا اتلمينا مع بعض الكام يوم دول، هنيجي على الاخر ونقلبها غن. يا خديجه، انت يا خديجه، انت يا بنت. اهي هتسود لها عيشتها. مش احسن اني رصيتهم لها؟ بس انت زودتيها حبتين. ما هو لو ما كنتش عملت كده كانت هتفضل فاكره لي حكايه اللحمه اللي سمعتها. من فضلك يا سيدي خليني انزل. يا بنتي تنزلي وحدك ازاي؟ ليه؟ حد زعلك؟ لا. ولما هو لا، ايه اللي بيخليكي تعيطي كده وعايزه تنزلي مصر؟ متضايقه. من ايه؟ لازم اعرف. كمان احنا هنا، هتروحي تقعدي في الشقه لوحدك؟ لا هروح اقعد عند خالتي. لا بقى، يبقى الموضوع كبير. عايزه تسيبي الشغل وفجاه كده واحنا في المصيف وتقولي مفيش حاجه؟ هو انت يا سيدي ناقص هم؟ من الناحيه دي ما تشيليش همي. ها، وقولي لي ايه اللي حصل؟ قولي يا خديجه، ما انا في اجازه، ما انا في الراحه. معلش مفيش حاجه يا سيدي، اصل كنت متضايقه شويه ويظهر لما عيطت فكيت عن نفسي، وبالكلام مع حضرتك استريحت. انسى بقى يا سيدي، عن اذنك. الله يفيك الخير يا بنتي يا خديجه. البنت حاسه باللي انا فيه، ما رضيتش تزود همي. انكل محمود. ايوه يا فاتن، خلاص لبستم جاهزين؟ اشجان ويسرى قالوا مش هينزلوا البلد. ليه؟ اصل كريمه وانشراح ولبنى عايزين ينزلوا معانا. وماله؟ خليهم يجوا. اللي تشوف يا انكل. بس انا من رايي اشجان ويسرى بصراحه انا اللي قلت لهم بلاش. مالكيش حق يا فاتن، الباس ذنبهم ايه بس يا بنتي؟ ما هم زيكم عايزين برضو يتفسحوا. معلش يا انكل، اصل انا سمعت يعني سمعتي ايه؟ بدون ما اقصد يعني. انكل يسري بيقول لهم اياكوا تصرفوا بالفلوس اللي معاكوا، واي حاجه تشوفوها ونفسكوا فيها قولوا لمحمود بيه، فاهمين؟ يسري قال لي بناته كده؟ اي والله العظيم، تصور. معلش، يمكن ما عاوز فلوس كفايه وخاف يطلبوا منه زياده عن اللي معاهم، فقال لهم كده. روحوا قول لهم يلبسوا. يلا يلا فاتن. ايوه يا انكل. تعالي يا بنتي. نعم. احنا اتفقنا ان انا بالنسبه لك زي مين؟ زي بابي يا انكل. ولما بابي يقول لي بنته حاجه مهما تكون كبيره مفروض انه ايه؟ تسمعها طبعا. يا بنتي انا عارف انك ما تقصدوش بنقلك للكلام اللي سمعتيه ده الا كل خير، لكن نصيحه مني، اي كلام تسمعيه احتفظي بيه لنفسك، وخصوصا في ظروف زي اللي احنا فيها دي. يا انكل انا يا بنتي انا فاهمك كويس، اسمعي كلامي. يلا يلا عشان ما تاخرش. يلا. حاضر. معلش يا محمود بيه، المفروض اجي معاك، لكن انا شايف ان العربيه مش هتكفينا كلنا، وهم البنات معاك برضو. يا سيدي ولا يهمك، خليك انت في لعب الطاوله مع محسن. ده انا بلاعب مدام سماسم كده تبقى ضمنت تغلبها. على فكره يا محمود بيه ما تجيبش فاكهه، بصراحه كده انا جايب. طيب بقى هات لنا حاجه حلوه معاك وانت جاي. عن اذنكم. هو انت جايب فاكهه؟ ما هو يا اختي نزل من شويه وجه جايب مشمش. دي الحاجه نار في اسكندريه. تصوري يا ست هانم الكيلو ب3 جنيه. قلت كام يا يسري؟ 300 سعر. ان شاء الله ما تاكل. امال انت فاكره ايه يا بهيجه؟ اتفضلوا. ايه ده يا بنتي يا خديجه؟ مشمش يا ستي. ما انا شايفه هم دول بس اللي غسلتيهم. ما هم دول يا ستي كل اللي كانوا في الكيس. ايه؟ ما انا لما لقيت الفكهاني حب يستقرضني وصمم على 3 جنيه كيلو،
فضلت اقاوح معاه لغايه لما خليته ينزل السعر ل3 الا ربع، وبعد كده قلت بقى ايه اغيظه وخليته يوزن نص كيلو. واتغاظ؟ يا سلام، ده كان ناقص يضربني بنص الكيلو اللي بيوزن بيه. كله يعني اهو كل واحد ياخد واحده كده وحل بقكم. مدي ايدك يا استاذ محسن. لا لا لا، ده انا همد اهو، انا هلحق واحده اهو. اما عليك نكت ظريف قوي. مدي ايدك يا مدام عطيات هانم. الله، على فين يا مدام سميره؟ هوصل لغايه السوق انا وخديجه. بس خلي بالك، لو كنت هتجيبي مشمش اتمسكي على 3 جنيه الا ربع. حاكم الراجل ده بجح قوي والله العظيم. طب يا جماعه، نقول لكم بقى نشوف الشوك بخير. ايه ده؟ انا مش قادر افهم ليه السفر المفاجئ ده يا محسن. اهو نخف عليكم بقى الكام يوم اللي فاضلين على اجازتك. يا سيدي كلهم 3 ايام، كنتوا تخليكم بالمره. معلش، احنا بقى شاكرين قوي على الايام الحلوه اللي قضيناها معاكم عقبال كل سنه. لا، السنه الجايه بقى لو لينا عمر ان شاء الله هنقضي الاجازه في اليونان. اليونان حلوه قوي، ده انا نفسي اروح اليونان دي. معلش، اصلي واحد صاحبي النهارده بقى هيسافر بعربيته بعد ساعه، واتفقت معاه ياخدني انا عطيات كده. بقول لك ايه، مش عايز فلوس؟ لا، فلوس ايه؟ فلوس ايه؟ الله، ما انت محفظتك ضاعت ويمكن. لا 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 لا، صاحبي هيوصلنا لغايه البيت. متشكر قوي محمود بيه. مع الف سلامه يا محسن، مع الف سلامه. الله يسلمك. مع السلامه يا سماسم، احنا متشكرين قوي يا محمود بيه، دايما عامر بحسك. السلام عليكم، خليكم قاعدين، والله ما انتوا قايمين. مع الف سلامه. مع الف سلامه. عطيات. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك اتسمرت ومبحلق كده؟ الله، مسك صدرك كده ليه؟ صدري ايه يا عطيات؟ صدري ايه؟ المحفظه يا بسبتي، راحت وقعت منك. ده قلبي اللي وقع. المحفظه بعد اللعبه اللي لعبناها عليهم خفت احطها في الشنطه لحسن لاي سبب حد يشوفها وننكشف. لقيت بقى حته مقطوعه في المرتبه لما كنا قاعدين انا وانت في الاوضه لوحدنا، رحت مخبيها في حته المرتبه دي. يا دي البخت الاسود. وبعدين ولا قبلين نرجع. طب ونقول لهم ايه؟ نقول لهم اي حاجه، تقول لهم ان صاحبك استعوقنا ومشي. وده كلام برضو. بقول لك ايه، استنيني هنا بقى، انا هروح اجيبها باي شكل. في ايه يا انكل؟ في ايه يا محسن؟ لا مفيش اي حاجه. اصل نسينا حاجه كده، لا مؤاخذه. دقيقه واحده. الله، انت بتدور على ايه عندك يا استاذ محسن؟ هي لا ولا حاجه. امال قالب المرتبه ليه كده؟ ايه ده؟ لا دي المحفظه. محفظه مين؟ محفظتي. محفظتك؟ انت مش قلت انها ايه يا جماعه، في ايه؟ ايه اللي انت كنت ناسيه يا محسن؟ لا اصلي دي ايه دي محفظتي. اصلي اصلك ايه يا راجل؟ اصلك ايه؟ كنت مخبيها في المرتبه؟ اخس. اتفضل مع السلامه. لا استنى يا استاذ محسن. عايزه ايه منه يا سميره؟ وريني المحفظه دي. اوه سميره، خد يا استاذ وقول لعطيات سماسم خدت 50 جنيه اللي اديتهم لك. مع السلامه. ناس ما تختشيش. صحيح الواحد ما بيتعلمش ببلاش. سميره اعملي معروف، انا مش عايز اي حد من اللي بره يعرف اي حاجه.
الحمد لله على السلامة، أخيرا رجعنا بيتنا. الحمد لله على السلامة يا محمود. الله، واقفة كده ليه يا فاتن؟ ما تيجي. معلش يا أنكل، أنا همشي بقى. تمشي تروحي فين دلوقتي يا بنتي؟ اقعدي شوية استريحي وبعدين أوصلك. لا يا أنكل، استريح حضرتك بقى، وأنا متشكرة جدا جدا. على إيه يا بنتي؟ يا خبر، كل ده وبتقولي على إيه؟ عن إذنك. ميرسي تاني وتالت ورابع. ميرسي يا طنط. كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة. سلمي لي على ماما كتير قوي. الله يسلمك يا طنط. ميرسي يا أشجان. ميرسي يا يسرا قوي قوي. باي باي. باي باي يا جماعة. بقول لك يبقى كلميني في التليفون أول ما توصلي. هيحصل. باي. يا ساتر. اقعدوا يا بنات، اقعدوا. سيبوا كل حاجة مطرحها دلوقتي واقعدوا. تشرب شاي يا بابا؟ بس بحليب. خديجة. أيوة يا أشجان. سيبي اللي في ايدك دلوقتي واعملي لنا شاي. حاضر. عقبال كل سنة يا بابا. اتبسطتوا يا بنات؟ قوي، بس بقى ما تكمليش انسوا كل اللي حصل. صحيح يا محمود. متهيألي كده يبقى أحسن. يعني انت مش زعلان مني؟ يا ماما بابا بيقول انسوا كل اللي حصل. المهم هو ينسى، وان شاء الله السنة الجاية مفيش حاجة من دي ابدا هتحصل. تعرفوا يا بنات، على قد اللي سببت فيه ماما من مشاكل بوظت اعصابي، على قد ما بعتبرها بطلة. احم ليه يا ترى بقى يا سي بابا؟ ليه؟ دي تنفع وزيرة مالية بحق وحقيقي. تصوروا اديت لها 450 جنيه على اساس تمشينا بيهم ال 15 يوم دول احنا الاربعه. وكنت خايف ما يكفوش، طبوا علينا زي القطر مستعجل الجماعه اياهم البعده. ومع كده برضه مشت امورها. دي تبقى ايه، بطله ولا لا؟ ايوه يا ماما. لا بطله ولا حاجه. هو انا يعني لو ما كنتش عملت حسابي وخدت الظرف اللي كان في الدولاب معايا كنت هعرف اتصرف. قلت ايه؟ اخدت ايه بتقولي؟ الظرف اللي كان في الدولاب. الظرف الاصفر؟ ايوه. مالك؟ مالي؟ بتقولي مالي برضو؟ بابا جاكي بو انت كمان. الظرف ده اللي كنت شايل فيه فلوس تجديد رخصة العربية وفلوس الإيجار والنور والتليفون وماهية خديجة ومصاريف بقية الشهر. بابي يا بابي. شايفين بقى عمايل ابوكوا؟ عمايله هو برضو يا ماما. ماما، هو ما فاضلش معاكي حاجه؟ منين؟ ما انتوا كنتوا معايا وشايفين المصاريف. وانت ليه بس تاخدي الظرف يا ماما؟ يعني انا غلطانه؟ افرضي بقى ان انا ما كنتش خدت الظرف ده معايا، كنا هنعمل ايه يا ماما؟ ندور على حد يسلفنا ولا بقى كنا هنتفضح قدام الناس؟ يا امي انت سمعتي الفلوس دي كان شايلها ليه؟ لو الايجار ما اندفعش الشهر ده هيندفع الشهر الجاي، وخديجه ممكن نقبضها برضو الشهر الجاي. لكن النور لو ما اندفعش هيقطعوا الكهرباء، والتليفون لو الفاتوره ما اتسددتش هيقطعوا الحراره، وتجديد رخصه العربيه، ومين عارف بقى المخالفات قد ايه. وافرضي يقوم يزعق ويخرج كده. ماما عن اذنك انا داخله اوضتي قبل ما اعمل زي بابا. خديني معاكي يا اشجان. محمود بيه، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله، ده كلامهم صحيح. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ومالك جاي حامي كده؟ مش مفروض تيجي بكرة؟ طبعا جاي فايق. ان شاء الله تكون قضيت اجازة سعيدة. هي كانت اجازة سعيدة بعقل، والاجازة سعيدة جدا. طيب يا عم هنيالك. عقبالك. كنتم مع أجازة سعيدة جدا. موسيقى منير الوسيمي. الهندسة الصوتية محسن عبده وإمام عبده.
أجازة سعيدة.